إيصال الأمانة سلاح ذو حدين. إيصال الأمانة ناس بتخاف منه وناس بتستخدمه وناس بتقع فيه من غير ما تكون فاهمة هو إيه أصلا. خليني أقول لك الحقيقة بهدوء، مش كل إيصال أمانة خطر، ومش كل واحد معاه إيصال أمانة كسبان القضية. إيصال الأمانة في القانون ليه أركان، ولو ركن فيهم وقع ممكن القضية كلها تقع. وأهم ركن فيه هو ركن التسليم. يعني إيه؟ يعني لازم يثبت إنه فعلا سلمه فلوس عشان يوصلها لحد تالت. طيب ولو في شهود قالوا إن مفيش فلوس اتسلمت يبقى مفيش تسليم، خلاص كده الوصل يبقى باطل من اساسه. نيجي بقى لنقطه لناس كتير ما تعرفهاش، لو اطراف الايصال ما بينهم علاقه تعاقديه، بيع، شغل، شراكه، قسط، ساعتها بنسبه كبيره بنقدر نثبت ان الايصال مجرد ضمان. وضمان يعني ايه؟ يعني مفيش خيانه امانه ومفيش جريمه، ويبقى مجرد نزاع مدني مش جنحه. وفي نقطه ثالثه قليل قوي اللي بيمسك فيها، بس لما بتمسك بتفرق، وهي عدم المعقوليه. يعني ايه عدم معقوليه؟ يعني واحد يعمل ايصال امانه ويكتب فيه انه استلم مبلغ من فلان عشان يسلمه لاخوه. طب ليه ما يديهوله هو؟ قصه واضحه وواضح قوي انه ضمان مش امانه. وكتير قوي من القضايا دي المتهم بيطلع منها براءه عشان الموضوع غير منطقي من الاساس. وفي نقطه كمان الناس كتير بتقع فيها من غير ما تاخد بالها، الايصال اللي عليه توقيع بس من غير بصمه. وعلى فكره في دواير كتير تحتاج ان البصمه تكون موجوده. بس خلينا نوصل لاهم واخطر نقطه في الحلقه كلها. لو انت عليك ايصال امانه وسددت قيمته لازم 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 تستلم اصل الايصال، مش صوره، مش وعد، مش هجيبهولك بعدين، اصل الايصال وبس. ليه؟ عشان لو حد استخدم الصوره الضوئيه ورفع عليك بيها جنحه، بكل بساطه في اول جلسه تجحد الصوره الضوئيه وتلزمه بتقديم اصل الايصال، وطبعا الاصل مش معاه. مبروك، براءه. القانون ما بيحبسش بورقه ملهاش اصل. الخلاصه ايصال الامانه مش ابيض ولا اسود، هو سلاح ممكن يوجع وممكن ينقذك، بس اللي فاهم هو اللي بيكسب. وافتكر دقيقه فهم احسن من سنه في المحاكم.